هل كنت تعرف يا عزيزي انه اغلب الاحداث اللي بتصير حواليك في ناس بتعرف انها راح تصير من قبل او بتنبأوا فيها؟ زلزال تركيا، زلزال المغرب، عاصفة ليبيا، الحريق اللي صار بعرض في العراق، وحرب غزة. كثير ناس كانت عارفة فيها من قبل. هل هي مؤامرة او حاسة سادسة؟ تعالوا نعرف. بس لازم نذكر انه انذكر بكل الاديان عن التنجيم والتعجيم وبعد شو اسمه هذا التنبؤ انه هو حرام. بالإنجيل ذكر، بالكتب يتنبأ الأنبياء باسمه، والقرآن ذكر قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في مثل عربي بيقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا. بهذا الفيديو راح يكون تركيز على شخصية اسمها ليلى عبد اللطيف. باختصار هاي بني ادم بتحكي انه عندها حاسه سادسه، واذا حكت شغله 90 ل 100% ممكن تتحقق وتصير. هاي الموهبه حسب ابحاث عملتها كثير ماخذتها من ابوها او هيك بالعيله يعني. 6/2/2023 زلزال جنوب تركيا، زلزال بقوه 7.8 على سلم ريختر، اكثر من 51,000 ضحيه و120,000 مصاب. فاجأ انه قبل كم يوم في عالم تنبأ بحدوث هذا الزلزال. بس كيف في ناس بتعرف انه في كارثة طبيعية رح تصير وهي اصلا مش بايد الانسان؟ اشي مش مفتعل، اشي بيد الله. اول مصطلح بخطر على بالك بعد هذا اللي حكيته هي كلمة مؤامرة. فهل الاشي عن جد مؤامرة؟ خلينا نكون واضحين، في عنا نوعين من التنبؤ. تنبؤ علمي المبني على دراسات وبحوثات وهي شغلات، وفي تنبؤ بالغيب هيك بس انه انا بتنبأ انه انت اللي بكره رح تعمل حادث. بس للتوضيح في عدة تنبؤات بتكون غبية وإسا رح احكي لكم بالفيديو. بعام 2017 زلزال تركيا تم التنبؤ فيه، والاصح من مصطلح تنبؤ تم بحث بحوثات كثيره ودراسات كثيره من قبل طواقم وناس كثير، فاكتشفوا انه راح يصير في هاي المنطقه، في منطقه تركيا وضواحيها راح يصير زلزال. اتوقعوا حدوث الزلزال، ولكن التوقع العلمي والتنبؤ العلمي ما ممكن يعرف التوقيت بالضبط، ولكن الدراسه اللي انعملت كان متوقع يحدث لحد سنة 2023. وهي الرسالة انأخذت على محمل الجد. انبعثت هاي الرسالة لكل الدول المحاطة من تركيا وضواحيها انه يقووا الاساسات البيوت ويهدموا البيوت اللي فيش عندها اساس قوي او يعني مش جاهزه للزلازل. طيب شو بتحكي هاي الدراسه وكيف عرفوا انه عن جد راح يصير زلزال؟ الدراسه بتقول انه في طاقه كامنه متجمعه بالارض، وانكتب كمان بالدراسه انه الشيء راح يصير من مسافه ممتده من تركيا لحد سوريا. يعني العلم كان متوقع انه راح يصير زلزال تركيا. تيجي ليلى بعد حدوث الدراسه هاي بعام كامل، ليلى عبد اللطيف بتعرفي موسمها بيجي بهاي الفترات، موسم الاعياد او موسم راس السنه، فبتيجي الاخت ليلى عبد اللطيف بتاخذ هاي الدراسه وبتحولها لخبر ترند. طبعا اللي ما بيعرف، احنا ما بنآمن بدراسات وما بنركز بدراسات اللي بتصير برا اللي بتخصنا، لانه كلنا بنفكرها مؤامرات وهي الشغلات. بس فعلا اخذت ليلى هاي الدراسه ومن 2019 لحد 2023 والاخت ليلى بتعيد بكل مقابله بكل فيديوهات حتى على قناتها الشخصيه، بتعيد معلومه انه راح يصير في زلزال في منطقه تركيه. هي ما حكت منطقه تركيه، حكت في المنطقه هاي في ضواحي الشرق الاوسط. في عندنا شخصيه ثانيه اسمه مايك فيغالي، كمان شخصيه اللي بيطلعوا بتنبؤوا بحدوث الاحداث. هذا الاخ ذكي شوي، شاف ليلى كل سنه عم تطلع وتحكي نفس المعلومات، فقال لك انا بختصر الموضوع، خليني اقرب اكثر على 2023 ساعتها بحكي المعلومه. ب 2022 مايك فيغالي تنبأ بزلزال تركيا. خلينا نوضح شغله، انا بحكي تنبأ على حسب فكرتنا قبل ما نحضر هذا الفيديو. بعد ما نحضر هذا الفيديو بدناش نحكي كلمه تنبأ، تمام؟ هذا الشيء مش حقيقي، هذا الشيء حرام، هذا الاشي مبني على دراسات وعلى معلومات خاصة بتوصلهم. احضروا للآخر لحتى نعرف، وانا مش لما بحكي لكم احضروا على الآخر مش انه بس احضروا للآخر، في معلومات قيمة بهذا الفيديو، واول مرة بحكي فيديو مفيد. مؤامرة هذا مصطلح كتير كبير وكتير مواضيع واحداث بتصير تحت هذا المصطلح، زي مسلسل سيمبسونز او ذا سيمبسونز. هذا المسلسل بعد كل حدث بيصير مثل كورونا، مثل غواصي، مثلا فوز رئيس الولايات المتحدة جديد، دائما تطلع حلقات من هذا المسلسل اللي بتجسد الواقع، وبتطلع انه هاي الحلقات موجودة من قبل. يعني مثلا الحرب بلشت 7/10/2023، في حلقة من شهر 9 كانت متنبأة بالحرب. طبعا مالكم اكيد كذب، قلنا لسه كلنا فيش تنبؤ. كيف عرفوا؟ طلع كاتب المسلسل ووضح المعلومة هاي، قال لي احنا ما بنتنبأ، احنا بنعمل حلقات بعد حدوثها، بس الناس بتتداولها وبتنزلها كأنها صارت من قبل. وغير هيك في اشخاص اللي هن اصلا مش معروف هويتهم بيزوروا وبفبركوا، يعني بزيفوا المعلومات الموجوده بالحلقات. مثل موت الملكه اليزابيث، ما كانش اي حدا عارف اي سنه، بس هن يزوروا بالفوتوشوب، غيروا كم شغله، عدلوا، عملوا كانه السيمبسونز متنبئ بسنه وفاه. بس المعلومه الخطيره اللي حكاها لهذا الشخص اللي هو كاتب مسلسل عائله سيمبسونز، حكى في معلومات بتوصلنا خاصه ما بنقدر نحكي عليها، في افكار وفي فيديوهات بكتب عنها وبدونها وبيعملوا هذا المسلسل عليها، اللي هي بتوصلها من مصادر خاصة. مين المصادر الخاصة؟
ما ندري. السؤال الكبير والسؤال الأخطر هو كيف بتنبؤوا بموت شخصية؟ هنا لازم نحط شوية حد. الزلزال فهمنا ممكن تنبؤ فيه، نفس الاشي عاصفة ليبيا كمان قدروا يتنبؤوا فيها، وكانوا محذرين من قبل العلماء وهاي الشغلات انه راح يصير اشي داخل ليبيا، ونفس الاشي زلزال تركيا تنبؤوا فيه، زلزال المغرب تم التنبؤ فيه. بس الاشي الغريب حريق داخل قاعة أفراح في العراق، وفاة شخصيات معينة، شخصيات مهمة، غرق غواصي. هون ببلش في علامة سؤال كبير. الكل بيعرف انه الاعمار بيد الله، ولكن هل في عن جد موت مفتعل؟ التايتانيك قصة من القصص اللي كتير طلعت حديث انها مؤامرة ومقصود هذا الحادث. اول شيء في بحث عملوه بعد غرق الغواصة، راحوا فحصوا في بحث عملوه انه طلعت الغواصة او طلعت السفينة بعيد 2 كيلومتر عن الجليد اللي كانوا فيه، وهو كان سبب تدمير السفينة. فهذا بيقول انه مستحيل تكون السفينة دمرت بسبب او طاشت انه راحت الكلمه، مستحيل انه السفينه تغرق وتتدمر من وراء الجليد لانه بعيد عنها 2 كيلو متر. فالنظريات بتقول انه كان في 7 اشخاص مهمين جدا موجودين على متن هاي السفينه، اللي هن كانوا يعارضوا عائله اسمها روتشيلد. بس انا من هون لاخر الفيديو، هاي اخر مره بحكي اسم العائله، من هون لاخر الفيديو راح احكي اسمها رورو. تمام؟ هاي العائله كانت متحكمه بالعالم اقتصاديا سياسيا وكل الاصعده. فعلى متن هاي السفينه الشخصيات السبعه اللي حكيت لكم عليها اشخاص مهمين، رجال اعمال وكمان مسؤولين، وكمان ممكن يكونوا اغلبهم عندهم سلطات بدول مختلفه. هدول ال7 اشخاص كانوا يعارضوا اراء هاي العائله وقراراتها، عائله رورو. فعشان هيك اهون طريقه انه يتخلصوا منهن لعائله رورو، طبعا هذا الحكي مش انا حكيته، هاي دراسات موجوده، اهون طريقه انه يتخلصوا فيها منهن فيها عن طريق غرق سفينة اللي هن موجودين على متنها. نفس القصة مع الغواصة كان فيها 6 شخصيات إذا أنا مش غلطان ولا 5. على متن الغواصة كان في كمان أشخاص مهمة، فأبصر هدول الأشخاص اللي كانوا على متن الغواصة شو معارضين. فتتنبأ بوفاة شخص معين، ممكن تكون رسالة، شخص اللي هو مش عم برد على هاي المجموعات اللي بالكم أو مش معروف مين هن. ممكن في مقابلة لليلى عبد اللطيف وصلها شك بمبلغ مخيف. سألك وصلني الشك، ما دخلك، ما بقلك ما خصك مين عطاني اياه، انت ما خصك. مقابلة تنفضح صورة للشك، ورفضت ليلى انه يبين على اي كاميرا من الموجودين من جهة مجهولة، وسألوها من مين هذا الشك وليش عم تخطي. هذا السؤال كان كتير غامض، وليلى انضغطت وكان بدها تطلع من المقابلة بسبب هذا السؤال. فهل هن هدول نفسهن اللي حكينا عنها قبل شوي؟ ففي معلومات تافهة يعني تحكي لك انه استثمر بالذهب والعقارات. طب ما احنا عارفين انه في عملات تطلع وتنزل، هذا الشيء مش ثابت، في لهم سوق كامل، لهم اسهم كاملات. فالذهب والعقارات معروف من سنة الحجر انه هن احسن استثمار ممكن يكون. بس في فترات بيكون فيها تضخم او حروب، فهي مرات بتنصح شغلات، او احنا بنسميها تنبؤ، بس هي مش تنبؤ، هي بس بتكون دارس الموضوع وعندها مكتب كامل اشخاص بيشتغلوا وراها لحتى يحكوا لها هاي المعلومات على الصعيد الصحي، اقتصادي، اجتماعي، وكل هاي الشغلات. فهي بتقول لك روح استثمر بالذهب، روح استثمر بالعقارات، لا تستثمر بشغلات هبلة، او لا تخلي معك فلوس بس بحساب البنك. توقع تاني كان كمان لليلى غبي، اللي هو حكت فيه انه في رئيس لبناني راح ياخذ الانتخابات. هذا الرئيس عمره 50 سنة، تمام؟ فهي حكت انه راح ياخذ بعد انتخابات اولى ثاني ما اخذها. فرجعوا سالوا ليلى انت تنبؤك كان غلط بهذا الموضوع. قالت انا حكيت انه راح ينتخب ولكن ما حكيت وين، ممكن على عمر 80. وارجعوا 5 ثواني لورا حكيت لكم انه عمره 50. عادي يعني ليلى ممكن تحرف كيف بدها وتغير كيف بدها. قلت لكم انا مش اسا حكيت. تخيلوا انا لسه عم بحكي لكم هذا الفيديو راح يوصل مليون، ممكن يوصل مليون، بس اسا مش اسا، ولا يا ريت يوصل مليون. شاركوا هذا الفيديو خلينا نوصل مليون مشاهد يا جماعه الخير. المهم خلينا نكمل. المهم يا جماعه الخير خلينا نرجع شوي لورا. زلزال تركيا، العالم الهولندي اللي اسمه فرانك اللي تنبأ فيه صار يتحمس، يعني صار شخصيه معروفه كل الناس حكت عنه، انه نشر عن طريق تويتر انه تنبأ بزلزال تركيا وفعلا حدث. صار يتحمس وصار كل يومين 3 هيك يطلع له تنبؤ جديد. واحد التنبؤات اللي ثارت جدل كانت بشهر 6 باليابان، توقع حدوث زلزال بقوه 9 على سلم ريختر، والمفاجأة ما صارش. فيش تنبؤ، فيش. بس السؤال الأقوى بضل، ليش هاي الشخصيات بضلها تقول إنه في شيء راح يصير سيء بالمجتمع العربي، في شيء راح يصير سيء في الميدل إيست، في الشرق الأوسط؟ ايش هدفهن؟ يعني عم بدمروا نفسياتنا، عم بحطوا لنا حد. حتى وقت الكورونا كان كثير يطلع اقوى من هيك تصريحات واقوى من هيك مخابرات واقوى من هيك تنبؤات اللي هي بس التوقع الاضخم حاليا بيقول انه في دولة راح تزول عن الخريطة. حاليا انا مش راح احكي ولا كلمة
مش رح اقول لكم شو هي الدولة بس انتم عارفينها. بس هذا تنبؤ وفيش تنبؤ ما خصنيش. عارفين كمان شو المشكلة؟ انه هاي الناس بلشت تفتح مكتب وصار في عندها شغيلة وراها والناس فاتحة بيوت على كذب. فهذا الاشي كتير خطير يا جماعة الخير. انتبهوا منيح ولا لا تآمنوا بهاي الشغلات تنبؤ مش تنبؤ، لانه حتى بالدين بكل الاديان ذكرت انه هي حرام. تمام؟ لا تآمنوا بهاي الشغلات، اشتغلوا على الشغف وعلى الحلم وخلوا املكم كبير. وزي كيف في سنة امل هاي القناة رح توصل 100,000 مشترك خلال 2025. خلي املكم كبير واشتركوا بالقناة عشان احقق املي. ليتس جو، يلا باي. وين الخيل تشد الحيل تجر الويل حواك